السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أني أقدم لكم أحد الاختراعات العجيبة بصراحة، أول مرة أشوفها، وحبيت أن أنا أشرحها لحضراتكم بمناسبة الكلام عن سد النهضة والمية اللي هتقل والفقر المائي لمصر والمية المجاري اللي هنفلترها علشان نشرب منها. طبعا ده بيحمل مخاطر رهيبة لينا، وطبعا أي فلاتر بنستعملها مش هتنقي المية بشكل طبيعي وبشكل صحي عشان يحفظ لنا صحتنا. فلما لقيت الاختراع ده حبيت ان انا اقوله لحضرتكم واشجعكم على انكم تقتنوه. والحقيقة انا لقيته على موقع امازون، واسعدني جدا ان هم بيقولوا ان الاختراع ده ممكن يشحنوه لمصر. وهو انبوبة بتحطها يعني طولها حاجة بسيطة جدا، كام سنتي، وبتشرب مباشرة، بتحطها في المية وبتشفط منها المية. وبيقولوا ان المية دي ان الفلتر ده بيفلتر اي نوع من انواع المية، سواء مية ترع، مية مجاري. ما احنا طبعا هنستخدمها في المية اللي مفلترينها لنا ديت علشان تحمينا من الميكروبات والفيروسات اللي اكيد هتيجي مع المية اللي مفلترينها لينا دي. والاختراع العجيب دوت بيفلتر حوالي 1000 لتر من المية لأقل نسبة تلوث في المية. يعني بتوصل لمرحلة ان هو بيفلتر لك المية كأنها مية معدنية او احسن من المية المعدنية اللي احنا بنشتريها. بيقول لك ان هو بيشيل حوالي 99.99% من المية من البكتيريا، زي في حاجة اسمها كولي والسالمونيلا، و99.9 من البروتوزا، وكل ما يحتويه المية الملوثة من المجاري اللي هم هيفلتروها لينا. بيقولوا ان كل فلتر بتشتريه من الفلاتر دي من النوع دوت هيساعدوا بيه طفل في مدرسة في افريقيا علشان يشرب كوباية مية نقية ونظيفة. الفلتر دوت بينطلب من اللينك اللي هحطه لكم في الفيديو تحت الفيديو ده، وممكن تنقروا عليه. هما بيقولوا ان السعر بتاعه حوالي $20، وفي حوالي $28 شحن وجمارك الكلام ده. يعني كل العملية هتكون حوالي $50 او ما يعادلها بالجنيه المصري، يعني قول مثلا 1000 جنيه سعر الفلتر ده. اكيد مش كل الناس هتقدر تشتري الفلتر ده، بس لو الناس عرفت قد ايه احنا هنعاني من الالام والاوجاع والفشل الكلوي وغسيل الكلى والبلاوي الزرقاء دي، فال1000 جنيه دول يعني هيبقوا حاجة هايفة جدا وبسيطة في سبيل صحتنا، في سبيل استقرار حياتنا في مصر. أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله